السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. الزمالك كان راح أمس من التدريبات واستأنف تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا. وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال الميرانو اليوم، وقام الجهاز الفني بتقسيم البرنامج التأهيلي إلى فقرتين لمدة تقترب من 20 دقيقة، وتضمنت الفقرة الأولى إطالات وتدريبات تأهيلية متنوعة، في حين تضمن الجزء الثاني في فقرة بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء التمرير فيما بينهم. وقاد جواو ميجل مخطط الأحمال هذه الفقرة، وقام بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بكل لاعب خلال أداء الفقرة البدنية. مصدر بالزمالك محمود علاء أنهى رحلته مع الزمالك بالاتفاق على رحيله بالتراضي، على أن يحدد اللاعب وجهته بنفسه ويدرس اللاعب بعض العروض من الدوريات العربية ويفضل الانتقال للخليج عن الدوري المصري. وانقطع محمود علاء عن المشاركة في تدريبات الزمالك منذ عدة أيام بعدما توصل لاتفاق مع إدارة النادي بالرحيل في نهاية الشهر وعدم الانتظار لنهاية الموسم. من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري، ولم يحسم مجلس الإدارة حتى الآن موقفه من خوض اللقاء. خالد الغندور عبر فيسبوك: غدا أو قبل مباراة الزمالك سيتم الإعلان عن رحيل رئيس لجنة الحكام والمسابقات مقابل لاعب الزمالك ماتش سيراميكا، ومن قبلها كان إعلان جدول المباريات المؤجلة. عقد جوزيه جوميز جلسة مع معاونيه على هامش الميران، وشهدت الجلسة التنسيق في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين استعدادا للمباريات المقبلة. واطلع المدير الفني من معاونيه على التقارير الفنية والبدنية الخاصة باللاعبين عن الفترة الماضية. وفي سياق متصل حرص البرتغالي على الاطمئنان من جواو ميجل مخطط الأحمال على حالة اللاعبين البدنية وفقا للأرقام الخاصة بكل لاعب. خالد الغندور عبر فيسبوك: الزمالك قرر انه يلعب اللقاء امام سيراميكا، وليه لم يلعب امام الاهلي؟ أرسلت رابطة الأندية خطاب رسمي للزمالك اليوم للرد على طلبه بشأن معرفة مصير محمد شحاتة من المشاركة في المباراة، خاصة وأنه كان موقوفا في مباراة الأهلي التي اعتذر عنها الأبيض. وجاء نص الخطاب المرسل من الرابطة إلى الزمالك كالتالي: إيماء لما كتبتم رقم 1714 الوارد إلينا بتاريخ 26/6/2024 بشأن موافاتكم بموقف اللاعب محمد شحاتة لاعب من المشاركة في مباراة السيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها في الأسبوع 28 يوم السبت 29/6/2024 على استاد القاهرة. نحيطكم علما بأنه بناء على قرار إدارة المسابقات باعتبار ناديكم منسحب أمام النادي الأهلي في الجولة 27، وبالتالي تم اعتماد نتيجة المباراة 2-0 لصالح الأهلي وخصم 3 نقاط من رصيد ناديكم. وبناء على ذلك وطبقا للمادة 41 في لائحة المسابقات لرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، فأن اللاعب محمد شحاتة من حقه الاشتراك في أول مباراة تالية للمباراة السابقة مع النادي الأهلي. حصل ناصر منسي على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، وأدى ناصر منسي بتدريبات تأهيلية وبدنية مع اللاعبين داخل الملعب قبل أن يكتفي بهذه الفقرة دون المشاركة في باقي فقرات الميران الجماعي، وذلك بناء على قرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب معاناة اللاعب من إصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية. أدى سيف الدين الجزيري مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة على هامش الميران، وجاء ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية. وخاض الجزيري الفقرة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية الميران قبل خوض باقي الميران بشكل منفرد من خلال أداء تدريبات بالكرة. واصل كل من شيكابالا والمدافع ياسر حمد البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة. وأدى شيكابالا بعض التدريبات التأهيلية بالكرة داخل أرضية الملعب، في حين قام ياسر حمد بالجري في محيط الملعب بجانب المشاركة في الفقرة البدنية مع زملائه في بداية الميران. تواجد لاعب الزمالك أحمد حمدي داخل مقر الزمالك مساء اليوم الخميس بعد عودته من ألمانيا عقب خوضه لجراحة الرباط الصليبي. وأدى أحمد حمدي مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمنازيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد الجراحة التي خضع لها. وحرص الدكتور محمد أسامة على إجراء فحوصات لأحمد حمدي للإطمئنان عليه، خاصة وأن اللاعب بدأ اليوم البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه بالشكل الأمثل.
وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق البرتغالي بريرا رئيس لجنة الحكام الحالي لم يلقي محاضرة واحدة للحكام منذ توليه المهمة، وهناك عناصر في التحكيم المصري أفضل منه بعشرات المرات، واعتراض أكثر من 15 نادي على التحكيم يدل على أن هناك مشكلة في لجنة الحكام. وأضاف صعود الحكام الصغار وإسناد بعض المباريات لهم ليس إنجازا منه بل نتيجة عمل لجان سابقة منحناهم أيضا بعض المباريات والدورات التدريبية لإعدادهم لإدارة المباريات. وأشار الحل الحالي في التحكيم المصري هو اختيار كادر كبير في التحكيم لإدارة اللجنة وعمل بعض الكوادر الشابة معه لاكتساب الخبرات وبناء كوادر جديدة. وتابع متابعة الحكام للسوشيال ميديا من ضمن أسباب وضع الحكام تحت ضغط في المباريات، وهذا الأمر ظهر على بعض الحكام الكبار. واختتم: لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين جمال الغندور، ولكن كان خلاف في وجهات النظر فقط، وأنا أرحب بالعمل معه ومع عصام عبد الفتاح أيضا. أحمد شوبير إبراهيم نداي أنظر نادي الزمالك لكي يحصل على مستحقاته، وهذا حقه، ويقال أن مستحقاته 800 ألف دولار، وإن محامي اللاعب يضغط على الإدارة قبل التصعيد للمحكمة الدولية. وتابع محامي اللاعب قرر الضغط على النادي عندما نما إلى علمهم عدم نية الزمالك في التجديد للاعب. في كلام تردد أن الزمالك يسوي الأمر مع نداي ويمدد عقد اللاعب بمقابل مادي أقل، وبالتالي وارد أن يستمر اللاعب مع الفريق بنصف عقده لأن اللاعب يحصل على مبلغ لا يستحقه. أحمد شوبير الزمالك يتواصل مع حمدي النقاز لأن اللاعب عليه 160 ألف دولار، والأبيض يحتاج هذه الأموال سريعا لتساعد في التزاماته، واللاعب تعرض للإيقاف 6 أشهر من الفيفا ويريد أن يلعب، ولو لم يسدد سيعتزل الكرة. وأردف: يا جماعة والله العظيم حرام ما يحدث في الزمالك، شغالين في خالد بوطيب وإتشيمبونج ونداي وسامسون، عملية صعبة جدا. واختتم: الزمالك تواصل مع محامي إتشيمبونج والجزء الأخير من المستحقات المتبقية للاعب 115 ألف دولار، ومحامي اللاعب طالب بهم قبل أن يصعد الشكوى. أحمد شوبير الزمالك أمامه مباراة سيراميكا كليوباترا بعد غدا في اجتماع مجلس إدارة اليوم لمناقشة الموقف. في مصادر بتقول إن الزمالك سيخوض المباراة بشكل طبيعي، وأردف: نحن في مصر أسرى البيانات، كل الأندية تصدر بيانات ومن حقها، وحاليا في تسخين للزمالك وأن يستمر على موقفه، لكن ألا تلاحظون أن النغمة أصبحت هادئة وكل الموقف كان هو عدم لعب مباراة الأهلي فقط. فأظل أقول أن قرار الزمالك لم يكن صحيحا، ومن وجهة نظر المجلس قد يكون عندهم مبررات، لكن اليوم الزمالك سيجتمع ويصدر بيان في الغالب سيعلن أنه سيلعب مباراة سيراميكا، لكن كل شيء وارد لأن ليلة مباراة الأهلي عندما كان الاتجاه هو لعب المباراة حصل هجوم من السوشيال ميديا وتم التراجع عن القرار. واختتم: ننتظر وسنرى، والأقرب الزمالك سيلعب. الفريق يتدرب من غير فتوح وزيزو وشيكابالا والجزيري وينتظرون القرار، وهذه الأجواء غير صحية. ممكن الفريق يلعب ويفوز لكن الأجواء غير طبيعية على اللاعبين. أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 23-24. توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك للانسحاب من المباراة اعتبارا الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2-0، خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما. ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة لاستيضاح من له صلة بقرار الانسحاب لاتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات. أحمد شوبير الدوري المصري شكله سيتغير وقرار لا رجعة فيه. رابطة الأندية أكدت أنها ستعقد اجتماعا مع الأندية خلال الأيام القادمة وسيناقشون المشاكل وشكل الموسم الجديد، وهذا الاجتماع سيكون لاطلاع الأندية على القرارات وليست مناقشتهم، فهل سيتغير شكل الدوري أم لا؟ المقترحات كالتالي: في اقتراح المجموعتين ولا يوجد قبول، وأضاف: لكن الاقتراح الأقرب هو الدوري من دور واحد، وسيأخذ أول 10 أندية بنقاطهم ليتنافسوا على اللقب، وفي نفس التوقيت ال8 أندية الأخرى سيلعبون على الهروب من الهبوط. وأردف: هكذا سنلعب 26 جولة وليس 34، وسيتم توفير 78 مباراة، وهذا سيعطي فرصة للأندية يشموا نفسهم. وأشار: المنتخب سيخوض تصفيات كأس العالم إفريقيا، والأهلي سيشارك في كأس العالم، والزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي، والأهلي في السوبر الأفرو آسيوي، وبناء على ذلك الدوري سيبدأ في سبتمبر وينتهي في يونيو. وأوضح: بعد انتهاء الدوري بهذا الشكل سيتم عمل دوري بشكله الطبيعي، وأنا نفسي بعض المواضيع تنتهي، أن يلعب المصري البورسعيدي على ملعبه فيما عدا مباراة الأهلي فقط، لأن هذا الأمر نفسي. وشدد: فيما عدا ذلك يعود الأهلي للعب في الإسماعيلية والإسماعيلي يلعب في القاهرة، لأن الدراويش يلعب مع الزمالك في القاهرة، ويتم وضع نظام محكم، وأن يتم فتح الساعة الكاملة للجماهير في كل الاستادات، ونبدأ وضع النقاط فوق الحروف حتى ننتهي من كل الأزمات.
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام تكليف فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بمراجعة الأخطاء التحكيمية التي حدثت في الفترة الماضية بالبطولات المحلية بجانب التحقيق في شكوى الأندية وعلى رأسهما الزمالك. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معانا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، متشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليقات. سلام.